وصفتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة، مكرونة باللحمة المفرومة. هنعملها بطريقة بسيطة جدا. يلا على طول نبدأ ونشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك وتشير للفيديو. في الطاسة بتاعتنا حطينا معلقتين من الزيت، عليهم حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، او لو مش متاح عندنا لحمة مفرومة نقطعها زي ما احنا شايفين كده مكعبات صغيرة جدا. قلبنا اللحمة لحد ما احمرت وبقت تمام، نزلنا عليها بقى باتنين بصلة كبيرة كده، يعني بحيث نخلي البصل قد اللحمة اللي احنا فرمينها. هنقلبهم على النار وبعدين هنضيف عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر على حسب كمية اللحمة والبصل اللي احنا مستعملينه. هنفضل نقلب لحد ما البصل بتاعنا كمان يبدأ يدبل كده. هنزل بقى بفصوص من الثوم، شرايح متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين، وهفضل اقلب برضو لحد ما الثوم بتاعي تبدأ ريحته تطلع والبصل يدوب زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى معلقتين او كوبشة من مية سلق المكرونة، بتبقى جميلة جدا وبتدي قوام تقيل للصوص بتاعنا. وهنزل بالمكرونة واقلبهم مع بعض يدوبك كده يشربوا الصوص من بعض. وخلاص شوية بقى كزبرة او بقدونس وشوية جبنة رومي او موتزاريلا حسب المتاح. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.